مساء الخير. انا كنت اتسالت في الاسئله بتاعه الكوميونتي وكده. حد سالني سؤال كبير قوي. قال لي ايه الفرق بين الباي بولر والفرق بين الاي دي اتش دي والاوتيزم. طبعا سؤال ملغم. فانا بصراحه يعني هعتذر مسبقا ان انا مش هحاول اعرف كل واحد لوحده هنا، لان انا عندي ميول ان اعمل كده وممكن نقعد لبكره. هو اللي انا هعمله، انا فعلا قعدت كتير قوي افكر ازاي ارد على السؤال ده بحيث ان هو اختصر، لان انا عندي مشكله في التنظيم وكده والاختصار. فانا هقول مبدئيا كده ايه اللي خلى الناس تتلخبط يعني ايه اللي خلى اصلا الشخص يسال هو انا عندي ده ولا ده. معنى كده اني هقول الحاجات المتشابهه بينهم وطبعا الحاجات اللي بتفرق بينهم. وبالمناسبه يعني هو انا مش طبيبه، بس بالمناسبه السؤال ده صعب حتى للاطباء، صعب جدا. في جوه يعني في العياده السريريه نفسها السؤال ده صعب جدا، وكتير اطباء بيرفضوا اصلا ان هم، حتى ده بره طبعا مش هنا، بيرفضوا ان هم اصلا يعني يحاولوا يشوفوا ده ايه ولا ايه، بسبب صعوبه الموضوع فعلا. لكن انا هحاول اسهله. وطبعا بقول بين قوسين هنا في العالم العربي انا الحقيقه معرفش الناس بتشخص ADHD ولا لا. لكن انت لو رحت لطبيب عادي فهو بيبقى مش متدرب ان هو يشخص ADHD ولا متدرب ان هو يشخص اسبرجرز. وانا هنا ما بشتمش في الاطباء، انا بقول ده الواقع، وانا طالعه بالفيديوهات دي بعمل. امال انا ليه بعمل كل ده؟ بعمل كل ده علشان احنا محتاجين نبدا من الاول خالص. الاطباء مش مدربين، وعلشان كده بنقع في اخطاء ان ممكن شخص ADHD يتشخص باي بولر وهو ما عندوش باي بولر، وممكن شخص متوحد يتشخص باي بولر وبوردر لاين وهو ما عندوش الاثنين. هي دي المشكله، يعني دي المشكله اللي موجوده عندنا في الوطن العربي، ان انا اكون ADHD فانت تشخصني باي بولر. لكن بره مثلا لو في علم وكده بالADHD والباي بولر والطبيب عارف الفرق، مفيش المشكله دي. وفي نفس الوقت كمان ممكن يبقى في مشاكل، يعني ان يحصل عكس، يعني وده غالبا عمره ما هيحصل العكس ده غالبا. اصل الباي بولر واضح جدا زي ما انا هوضح. الباي بولر باختصار جدا احنا بنقول عليه اضطراب مزاجي للدرجه الاولى، يعني حتى هو ده تعريفه، اضطراب عقلي مزاجي. مزاجي هنا كلمه مهمه جدا، يعني المزاج فيه حته كبيره وحته كبيره قوي. وانا قلت قبل كده ال ADHD هو اضطراب نمائي عصبي. وطبعا للاسف الشديد ان ال ADHD في دليل الاحصائي ده اللي هو الطبعه الخامسه بتاع امريكا اللي فيه التشخيص وكده، هم مش كاتبين بالظبط ان هو اضطراب مزاجي. لكن طبعا مع التحليل ومع الدكاتره ومع التغيير اللي عمال يحصل دلوقتي، الاطباء بيقولوا معلش خلينا بس نركز ان ال ADHD ده اضطراب مزاجي الى حد كبير، فبلاش نتجاهل حته المزاج دي، خلينا نحطها واضحه في التشخيص. يعني ده اللي بيحصل دلوقتي. وخاصه ان انتوا ايوه اي نعم انتوا ما قلتوش في مقاييس التشخيص بتاعت ال ADHD، محدش قالها صراحه ان ده اضطراب مزاجي، لكن قلتوا 3 حاجات يوضحوا تماما انه اضطراب مزاجي. يعني المزاج فيه ليه دور مهم، او المزاج هنا مقصود بيها الانفعالات، المشاعر. ايه هما ال3 حاجات دول؟ هما دول ال3 حاجات اللي عملوا لخبطه بقى مع الباي بولر ده. انا متهيألي ان انا اتسالت السؤال ده بسبب ده. ايه هما ال3 حاجات دول؟ اولا عدم القدره على تحمل احباط يعني عندهم عتبه الاحباط بتاعه الانتظار واطيه جدا، يعني بيحبطوا بسرعه. they are impatient زي ما بيقولوا بالانجليزي، they are impatient. بيحبطوا بسرعه وخلاص، بينفعلوا بسرعه. فدي حاجه. يبقى هنا الانفعال السريع ليه علاقه بالمزاج، فممكن لحظه يبقوا كده ولحظه يبقوا كده. تاني حاجه، دي من الحاجات اللي عملت مشاكل يعني. تاني حاجه المزاج فعلا متقلب. في حاجه في التشخيص اسمها مود لايبيليتي او لابيليتي، انا اسفه لو بنطقها غلط، بس دي مقصود بيها بالعربي فعلا ان المزاج متغير. الاندفاعيه والتشتت، الاندفاعيه والسلوكيات اللي فيها مخاطره شويه والتشتت، هي دي الحاجات اللي احنا بنقول بسببها يا جماعه ما هو ال ADHD ده يعني مش تشخيص طفولي اهو. ده مهم ان احنا نبص للمشاعر والانفعالات، يعني دي قصه. وبدام هنبص للمشاعر والانفعالات يبقى
في الكبار بالذات لازم ناخد بالنا ان ممكن الشخص الكبير ده يبقى عنده ADHD، لان احنا عندنا مفهوم هنا في الوطن العربي ان ال ADHD ده واحد ما بيعرفش يذاكر، يعني واحد بينسى، بيضرب صحابه، ضايع في المدرسة، ما بيركز، بيبقى كويس بس ما بيركزش عادة. طيب وسيبنا حتة المشاعر، لان احنا عمالين نضرب فيه وكده، مش معترفين ان في هنا مشاكل في المزاج، في المشاعر، في الانفعالات، في التحكم في الانفعالات. دي حتة مهمة بس كده، انا هخلص منها، انا قلتها كتير قوي في فيديوهاتي، انا اسفة لو انا شرحتها تاني، لكن الحتة دي مهمة جدا، لان هي دي اللي بتخلي الاطباء بره يقولوا طب ما بدل كل اللي انتوا كاتبينه ده من نحط خطين كده ونألف جملة فيها عبارة فيها ان ال ADHD عنده مشاكل في المزاج، عنده مشاكل في المشاعر، بدل ما الناس كلها شايفه ال ADHD ده واحد بينسى وبيسرح وكده. دي القصه يعني. خلاص هنقفل الحته دي بقى. الباي بولر، انا مش هعرف الباي بولر بامانه لانه مليان تفاصيل، وانا مش هعرف، يعني مش هعرف احطه بشكل منظم، وممكن انسى حاجه وكده. لكن انا هشرح ايه اللي في الباي بولر مخلي الناس ملخبطه مع ال ADHD. الباي بولر بشكل عام باختصار جدا هو اسمه ثنائي القطب او الاكتئاب الهوسي زمان. الثنائي القطب يعني انت، وهو اضطراب مزاجي، معلش يعني ده على عكس الاي دي اتش دي في الاولويات. الاي دي اتش دي عنده حاجات كتير والمزاج واحد منها، بس يعني الباي بولر مزاج على طول، مزاج متدمر، يعني صعب ما تلاحظوش. بمعنى ان هو بيبقى شخص زي ما اسمه موضح، يعني بيمر بدورات، بنوبات دوريه، كانها سيكليكال، كانها دايره، بيمر من حاجه اسمها مانيا، حاجه اسمها مانيا. والمانيا دي اهم كلمه في الموضوع، لان المانيا دي اولا هي المقياس الاول للتشخيص، يعني ثانيا هي بالظبط اللي عامله لخبطه ما بين الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيقولوا هو ده ADHD ولا لا، يعني ايه مانيا ويعني ايه الكلام ده كله. الباي بولر باختصار هو اسمه ثنائي القطب، الشخص اللي معروف عنه الشخص بيجيله مرحله حاجه اسمها مانيا، وبيسموها بالعربي الهوس، وانا مش بحب الكلمه دي، مش عارفه انها مش معبره خالص عن اللي بيحصل، بس يعني انا هقول عليها مانيا، هم بيقولوا عليها بالعربي هوس. فبيجيله حاله اسمها المانيا، وهو المانيا دي بيحصل فيها ايه؟ المانيا دي فيها كذا نوع، وزي ما قلت هي دي اهم مقياس في التشخيص، يعني ما ينفعش تتشخص باي بولر ما جالكش اللي انا هقوله دلوقتي ده. المانيا فيها حاجات قريبه جدا من ال ADHD فعلا. هي ايه الحاجات دي؟ اولا المانيا دي بتبقى الشخص فيها مزاجه انقلب تماما عن العادي بتاعه، يعني انحرف الشخص ده عن العادي بتاعه. ازاي؟ يعني ايه جاله مانيا؟ حصل له ايه؟ جاله نوع بالاحساس بالحماس المفرط، كأن فعلا مخه اتحط على مليون فولت، يعني فعلا كأنه واخد كوكايين، يعني حقيقي كأنه واخد مخدر، يعني هو حتى بيتلخبط كتير ان الشخص ده واخد حاجة. ليه بقى؟ بيحصل حماس، بيحصل اندفاع، بيحصل طبعا فرط حركة، هايبر اكتف، حتى عضلاته جسمه عنده انرجي رهيبة، الشخص نفسه بيحس وقتها ان هو فعلا سوبرمان، والاحساس ده بيبقى حقيقي عنده، بيبقى حاسس ان الدنيا حواليه بطيئة، هو اسرع من كده، هو يقدر يعمل اكتر من كده. بيجي معاها احاسيس بان الشخص عنده نشوة او نوع من القمة، يعني بيقولوا عليها حتى بالانجليزي the highest of the highs، يعني قمة القمم، هو فوق قوي، هو فوق قوي دلوقتي، يعني ده القطب الاولاني. مشكلة المانيا دي طبعا ان هو الشخص فعلا بيعمل سلوكيات فيها مخاطرة، هنلاقي بقى حاجات هنا شبيهة بالADHD. المانيا ممكن تقلب بسهولة، يعني هي ابتهاج وقمة في الفرحة، لكن بيدخل معاها برضو غضب احيانا، يعني غضب عنيف، لان في طاقة فظيعة، طاقة مفرطة. الشخص ممكن هنا يصرف فلوس كتير، يعمل حاجات عمره ما كان هيعملها في العادي، والحاجات اللي انا بقول عليها دلوقتي دي يعني هي اكبر بكتير من الحاجات اللي هيعملها ال ADHD. يعني ممكن يصرف فلوس البنك كلها فعلا في يوم، ويبقى مقتنع ان هو صرفها صح، وصرفها علشان مثلا هو عايز يقدم ان هو مثلا يتم انتخابه للرئاسة
مع انه عمره في حياته ما دخل حتى سياسه كده. ده اللي احنا بنقول عليه. هو يمكن كلمه هوس هنا مقصود بيها ان هو كانه مس، يعني كانه جنون، مش عارفه بصراحه الهوس دي معناها ايه، بس يعني هو دي المانيا، ان الشخص كمان بيعمل سلوكيات خطر جدا بس هو مش عارف وقتها، هو مش عارف خالص، ده بالعكس هو مقتنع ان هو اللي بيعمله ده هو الصح. ف دي حاجه بيبقى عنده طاقه رهيبه بحيث ان هو عنده مثلا ايه، عنده النوم بتاعه بيختلف، ودي الحته اللي شبهوها بالاي دي اتش دي برضو. ازاي بقى؟ ايه الفرق؟ النوم عند الباي بولر لما بيجيله المانيا دي، هو الشخص نفسه مش محتاج ينام، يعني مش بيتعب، هو مش تعبان، ممكن يقعد صاحي لمده اسبوع هو مش تعبان فعلا، ممكن في الاسبوع ده ياخد ساعتين ويصحى لانه هو لسه حاسس انه محتاج يصحى. دي حته مهمه جدا، لان الاي دي اتش دي عندنا مشاكل في النوم. الشخص ممكن يقعد ويسهر وعنده ارق لكن هو تعبان، هو عايز ينام، هو محتاج ينام. في الباي بولر زي ما احنا شايفين هنا، الشخص ما عندوش اصلا احتياج للنوم. الاحتياج دي كلمه مهمه جدا. السلوكيات طبعا بتبقى خطر جدا، لانه هو بيبقى شايف نفسه، بيقولوا عليها شايف نفسه ايه، كانه on top of the world، يعني كانه ملك الملوك. هو شايف ان كل حاجه بسيطه عليه، ودي مش شرط ان هو يبقى شايف نفسه مثلا حلو وامور، ده ممكن يبقى شايف نفسه اقوى واحد، احلى واحده، يقدر يعمل، وممكن تيجي بطريقه متوسعه، يعني اللي هو ايه، انا اقدر على كل حاجه، كل المشاكل اللي عندي هحلها النهارده، انا هحل المشاكل وانا عارف ان انا هحلها. ممكن تيجي كده اقتناع تام مثلا ان انا صح وانت غلط وهتتضرب يعني. وفعلا يعني في كمان حاجه موجوده اللي هي ايه، الكلام السريع. الكلام السريع قوي اللي هو بقى بنقول عليه فرط الحركه في الاي دي اتش دي، شبيه بيه في الباي بولر برضو، في الحته الكلام السريع لدرجه ان ممكن الكلام يبقى بالنسبه للمستمع هو مش فاهم خالص ايه اللي بيتقال ده. بيقولوا عليه بالانجليزي word salad، تلخبطت الكلام. والكلام ده طبعا بيبقى الكلام المتسارع ده، والنطق اللي هو يعني مليان سرعه وممكن عدم فهم، ده بيبقى انعكاس لتواتر الافكار نفسها، اللي هي بيقولوا عليها بالانجليزي racing thoughts. he have racing thoughts، كأن الافكار بتتسابق مع بعضها، كأنها الافكار كلها مش ملحقه في دماغه، هو بيحاول يدلقها وعايزها كلها، وفي تشتت. كل الحاجات دي اللي متشابهه مع الاي دي اتش دي اللي عامله لخبطه. تشتت بمعنى ايه؟ انه ممكن يبقى بيتكلم في مشروع هيعمله وفجاه يبص على الحاجه يقول قد ايه الحاجه دي جميله، طب ما انا ممكن اعمل حاجه زي يعني. we're talking here about someone ودي اهم نقطه بقى، ان ده مش العادي بتاعه، وان الناس اللي حواليه ملاحظين لا في حاجه غريبه قوي بتحصل، ده واخد حاجه. دي مهمه جدا. طبعا الاي دي اتش دي هو في حاجات شبه كده طبعا، بس هي مش بالحده دي، يعني هي مش بالحده دي خالص. دي اول نقطه. في برضو اللي هي الثقه بالنفس العاليه، ودي ممكن تبقى موجوده في الاي دي اتش دي، والتشتت. واحنا عندنا في الاي دي اتش دي تقلب المزاج والاندفاعيه وفرط الحركه والتشتت ونقص النوم. واحده واحده كده. نقص النوم في الاي دي اتش دي زي ما قلت، ده بيجي ممكن الشخص يبقى قاعد عشان هو مش عارف ينام، هو او تحمس في حاجه فجاله هوس بحاجه فعلا، لكن اكشلي هو عارف ان هو عايز ينام، يعني هو عارف بس ماسك نفسه، ولو عمل الحاجه دي هيتعب. فده اختلاف عن المانيا اللي موجوده في الباي بولر. تاني حاجه في صعوبه اللي هي تحمل الصبر اللي احنا بنقول عليها. انا اسفه، ايه صعوبه تحمل الصبر اللي انا قلته ده؟ انا اسفه. الشخص ما عندوش الصبر ان هو يتحمل المشاكل، بينفعل بسرعه. الفرق هنا في الاي دي اتش دي انه الاي دي اتش دي لما بينفعل، هو ممكن فعلا ينفعل من اقل حاجه، فانت ما تبقاش فاهم هو انفعل ليه، ده ممكن يحصل. لكن هو لما بينفعل الاي دي اتش دي بيرجع تاني بسرعه، يعني هو بيرجع في نفس اليوم، هو ممكن اكشلي يرجع بعد لحظات، ممكن يرجع تاني. لو بنتكلم على طفل حتى اي دي اتش دي لسه ما جالوش اكتئاب وكده، هيرجع بسرعه. لو هو متضايق من حاجه يعني هينفعل في وشك ويهب فيك، ممكن يضربك، ممكن سوري يتف عليك، ممكن يعمل حاجه، وبعديها بشويه مش كتير هيندم وهيتشتت، يعني هتلاقيه بسرعه الاب بتاعته نزلت تاني بسرعه في الانفعالات، لان هي دي اهم حته في الفروق.
ان انا لما بتكلم على الثنائي القطب فانا بتكلم هنا على اضطراب مزاجي. معنى كده ان ده شخص هو مش بيزعل في اليوم ويفرح في يوم، لا، ده هي بنقول عليها نوبات دورية. في المانيا اللي هي في النوع الاول من الباي بولر، المانيا بتقعد على الاقل اسبوع، ده واحد من المقاييس، يعني مش اقل من كده، اسبوع وعملت فيها بلاوي، والبلاوي اللي انت عملتها دي كلفتك مشاكل قضائية، عملت لك ازمة مع العيلة، ده اكيد ممكن تكون دخلتك في داهية فعلا. انك ان واحدة كمان من اعراض المانيا هي يعني الهايبر سكشواليتي، وان الشخص بيبقى جنسيا يعني هائج جدا، فممكن يعمل حاجات كتير مش حاجة واحدة وفي ايام كتير ورا بعض. هي دي بقى الفكرة، الحدة والاستمرارية والامتداد بتاع المزاج في الباي بولر طويل مش قصير. وده حتى واحد من التشخيص اللي هو لازم يقعد 7 ايام في المانيا. وفي نوع تاني من الباي بولر اللي هو باي بولر رقم 2، بيقولوا عليه ايه، هو شبه المانيا بس هنقول عليه مانيا مصغرة. ايه الفرق بين المانيا المصغرة والمانيا الكبرى؟ ان المانيا المصغرة او الهوس الصغير ده بيبقى الشخص فيه هو عمل بلاوي بس ما كلفتوش حياته، وفي نفس الوقت كمان واحدة من هي تقريبا كل الاعراض، بس من اهم اعراضها مثلا الشخص مثلا قعد 4 ايام ورا بعض، 4 ايام ممكن ما بينامش، نام ساعتين وهايل، عايز ينظف البيت كله، فجأة بالليل الساعة 12 بالليل عنده كمية طاقة، فجأة البنت فكرت ان هي يعني انا ليه ما اقلعش الحجاب وابقى واعمل شكلي، اغير شكلي اصلا ليه؟ ما قرارات حياتية كده، شكلها حياتي شوية بس اقل حياتية من الباي بولر الاولاني يعني. وكمان في فرق كمان بيقولوا عليه ان المانيا اللي هي المصغرة عادة بيبقى الشخص فيها بيعمل حاجة هتفيده، يعني كتير قوي من الناس اللي جالهم الهايبومانيا اللي هي المانيا المصغرة هي بتبقى 4 ايام دي مدتها، يعني مش اقل من 4 ايام، اقل من 4 ايام مش بيعتبروها يعني اصلا مانيا. لكن مثلا في اشخاص بيبقوا اللي هم مثلا كتبوا كتاب في ال4 ايام دول فعلا، عملوا حاجة شهرتهم جدا في ال4 ايام دول، هو بيبقى احساس حلو الحقيقة جدا، لكن يعني برضو مش دايما، لان ده في الاخر اضطراب، فالاحساس ده للاسف احيانا بيدخل فيه احساس بالطاقة، وانت بقى يعني خلصت المانيا فداخل بقى على ايه، انت طلعت كده فوق قمة القمم، لسه بقى جايلك ايه، هتدفع تمن ده اللي هو نزلة الانحطاط اللي هو بقى بجد انت كده يعني في الارض. ده الباي بولر، يعني الباي بولر هي دورات ونوبات ولازم يبقى فيه نمط، يعني الطبيب هو بيشخصك، مش كفايه انك تروح تقول له انك اكتئبت مثلا، لان في الاكتئاب بقى اعراضه بكل اعراض الاكتئاب، وفي اكتئاب في الباي بولر بيبقى هو طبعا يأس من الحياه، ولا شايف الحياه سوداويه تماما، بعد ما كنت شايفها جميله شايفها سوداويه تماما، وده لمده ايام. تغيير في الشراء في الشهيه، انا متاسفه، تغيير في النوم برضو، واحيانا كتير بيبقى الدبريشن او الاكتئاب اللي هو القطب الثاني من الاضطراب، بيبقى جاي معاه كمان ساعات، بيبقى جاي معاه طاقه، يعني بتبقى الطاقه اللي موجوده في المانيا بس جات له في الاكتئاب، فطبعا بقى واحد مكتئب وعنده طاقه، مصيبه طبعا. انت تخيل واحد مكتئب بس هو عنده طاقه، فهيعمل اي حاجه عشان ايه؟ عشان يطلع الطاقه دي. هنا بقى اللي بيحطنا في مخاطره المخدرات، ان هم اكتر ناس فعلا بيتعرضوا بسبب الضعف ده ان هم ياخدوا مخدرات عشان يهدوا نفسهم، او يستغلوا الطاقه في حاجه. وطبعا ده واحد من الاسباب الرئيسيه ان 15% من الناس اللي هم العرضه للانتحار بيبقوا للاسف الشديد من مرضى البايبولر. تمام، انا اسفه بقى لو انا بتكلم بلخبطه، لان انا مش منظمه خالص، وموضوع كبير اصلا، فانا مش عارفه، بحاول امسك الحاجات مهمه بس عشان هتكلم كتير. فاحنا عندنا هنا يعني يبقى الفرق حاجتين مهمين، ان في الاي دي اتش دي الشخص ممكن يزعل منك، بس انت لو شتته على فكره، يعني مثلا واحد زعل مع مامته مثلا، ولا رمى في وشها حاجه، وفجاه صاحبته اللي بيحبها بيموت فيها رنت له،
هنا عندنا البيئه دي اسمها مسببات بيئيه غيرت المزاج بتاعه. المسببات البيئيه غيرت المزاج بتاعه. افتكر فكره وحشه فقعد تعيس شويه، وبعدين افتكر كلمه حلوه حد قالها له فانبسط. هنا دي كلها مسببات حصلت، سواء جوه مخه، سواء جوه افكاره، انا اسفه، او حواليه في البيئه. دي برضو بنسميها مسببات بيئيه. الباي بولر مش كده، ثنائي القطب مش كده. ثنائي القطب مفاجاه، انت بتبقى في حالك وفجاه تلاقي حاجه هبت عليك، فهي فعلا انت مبتبقاش عارف هي جت منين. هي فعلا كيمياء مفرطه جدا في المخ، وانت مالكش تحكم فيها. علشان كده الشخص الباي بولر مهما حاولت تهديه ولا توقفه، مستحيل مستحيل، سواء كان مكتئب او كان في مرحله الهوس، او كان عنده ميكست ابيسودز، يعني اللي هو ايه، عنده اكتئاب هوسي، يعني مكتئب بس برضو عنده النشاط بتاع الهوس والكلام ده كله. طبعا اللي عايز يقرا عن الاي دي اتش دي اكتر ممكن يحاول يقرا من حد متخصص فيه، لان الاي دي اتش دي مش يعني مش زي التوحد معايا، فانا يعني المهم خلينا نمسك في الاي دي اتش دي. هو الاي دي اتش دي برضو الشخص لما بيتضايق، احنا بنقول الشعور بيغطي على دماغه، بيعمل لها زي فيضان على دماغه. ده حقيقي، ده نوع من المزاج اهو. طب ما ده قريب من الباي بولر؟ لا مش قريب. هو بيحصل له فيضان وكل حاجه، وممكن يعمل حاجه خطر وكل حاجه، لكن هيندم بسرعه، هيكتشف ده بسرعه. مش هياخد ايام بقى واسبوع، مش هياخد 4 ايام، مش هيحصل كده. هيكتشف في نفس اليوم تقريبا، تاني يوم بكتير يعني. وفي نفس الوقت الناس لما هتشوف الاي دي اتش دي ما بيقولوش مثلا ايه ده، دي مش طبيعته، ده عمل حاجه بره طبيعته. لان دي مهمه للدكاتره بقى، الدكاتره بيميزوها من هنا. ان مثلا ايه، واحده راحت للدكتور بتاع اي دي اتش دي، وهي اتشخصت اي دي اتش دي وهي صغيره، وبعدين وهي بتحكي وكده، هو عندها بقى كل الحاجات بتاعت الاي دي اتش دي، وبعدين وهي بتحكي قالت له انا بس عايزه اعترف بحاجه، ان احيانا بيجيلي كده رش، يعني بيجيلي اثاره وهيجان فظيع، وممكن اخلص الكارت بتاعي، اخلصه كله مره واحده فعلا، يعني فلوس، واجيب كميه لبس وانا مش محتاجاها. وساعات ممكن اسرق حاجات صغيره يعني، لمجرد الاثاره بتاعت الموضوع ده. والموضوع ده بيستمر معايا ايام، وما بنامش في الايام دي. ممكن ابقى عايزه انضف على طول، عايزه انضف، عندي طاقه مش ماشيه مع اليوم يعني. والناس بتلاحظ ان كلامي سريع قوي فعلا، ما هي اصلا بتتكلم بسرعه، بتتكلم كتير زيي، كنوع من الاي دي اتش دي برضو، بس ده فرط الحركه في البنات يعني. لكن هي لا، هي بتقول انا ببقى رايحه جايه ماليش هدف، يعني عماله امشي كده اعمل حاجات كتير، والناس مش فاهمه انا بعمل ايه، وانا نفسي مش عارفه انا بعمل ايه. طبعا دي يعني هي دي المانيا. فاحنا هو مزاج متقلب بين مزاجين عكس بعض، قطبين عكس بعض، وهو صعب جدا في تشخيصه. لان الشخص وقت يعني لو بنتكلم مثلا عن المانيا، ممكن تروح مستشفى اكشلي، في منهم كتير يعني بينتهي بيه الحال ان هو بيرقد في المستشفى، لانه فعلا فلتت منه خالص، يعني عمل مصيبه، عمل حادثه كده يعني. او هو نفسه بدأ يهلوس، ودي حاجه موجوده في الباي بولر. مش كل الباي بولر بيجي لهم ذهان، لكن اللي اكيد ان الاي دي اتش دي ما فيهوش ذهان. الاي دي اتش دي ما فيهوش ذهان. مش اي حد اتولد عنده ADHD معناه ان هو هيجيله باي بولر، فهم يعني مش مرتبطين ببعض من الناحية دي يعني. لكن هما مرتبطين ببعض بشكل وثيق من ناحية تانية، ان 15% من الاطفال اللي عندهم ADHD، تشتت الانتباه وفرط الحركة، 15% غالبا هيجيلهم باي بولر لما يكبروا. و80% من الاطفال اللي تشخصوا باي بولر، وانا هتكلم على الحته دي، او المراهقين اللي تشخصوا باي بولر، بيبقى عندهم ADHD. طبعا دي حته مهمه جدا، هو ده اصلا اهتمامي في الموضوع كله، ان يعني بسهوله ممكن يتم تشخيص شخص بان هو عنده باي بولر، صح؟ بس لازم يبقى فيه طبيب مختص، بحيث ان هو لان ممكن الباي بولر ده يبقى مغطي على ADHD برضو، يعني هو عنده الاثنين، فطبيعي هيحتاج علاج للاثنين.
ودي مهمة جدا لان العلاجات مختلفة. تمام. يعني احنا لما بيبقى عندنا شخص عنده باي بولر بالنسبة للعلاجات، وخلاص ادركنا ان هو عنده باي بولر، لان خلاص ادركنا النمط بتاع النوبات دي، ويكفي يجيله نوبة واحدة يعني في نوع من الباي بولر، مش لازم يجيلك نوبات، هي نوبة واحدة كده انت كده اتشخصت، هو ده اللي انت محتاجه، نوبة واحدة من المانيا دي. فشخص مثلا عنده باي بولر، فانا هعمل ايه عشان اعالجه؟ اول خط العلاج في الباي بولر هو حاجه اسمها مثبتات المزاج، يعني زي ما اسمها باين مود ستابلايزر. هتعمل ايه؟ هتستابلايز يور مود، لان المود بتاعك عامل كده من تحت لفوق من تحت لفوق، وعلى مدار مده طويله ممتده زي ما انا قلت. فانا هنديك ايه؟ مثبتات المزاج ده، وممكن لو في مشاكل معينه نديك مثلا مضاد ذهان، الكلام ده كله في حل، يعني في حل باذن الله. يعني في الباي بولر هو ممكن يبقى صعب شويه قبل ما الشخص يلاقي كومبو الادويه، لكن هو طبعا ليه حل. لما بيبقى عندنا اضطراب زي الباي بولر ده اسمه اضطراب مزاج بالدرجه الاولى، اهم حاجه يعملها الطبيب ان هو يعالج المزاج، يعني لازم المزاج الاول يتحل. طب نقول الشخص ده عنده باي بولر، يعني عنده مشكله في المزاج عنيفه، وكمان عنده ADHD، وكمان عنده فرط الحركه وتشتت الانتباه. يعني ده واحد محتاج ايه؟ ده غالبا واحد محتاج ادويه باي بولر، وكمان محتاج ادويه تشتت الانتباه. هنعالج ايه الاول؟ هنعالج الاخطر فيهم اللي هو ايه؟ المزاج. هنعالج الباي بولر الاول، ولو دكتور طبعا شاطر ومختص وكده، مع علاج الباي بولر بالادويه اللي انا قلتها دي، اللي هي مثبتات مزاج، مضاد ذهان ممكن، او ممكن تبقى ادويه اللي هي بتاعت بيسموها ادويه الصرع، حاجات ادويه كلها عصبيه جدا يعني. فعشان اخلي بس موده ايه، المود بتاعه ثابت، يعني ما يحصلوش الابس اند داونز. لكن هو عنده ADHD، فهو محتاج برضو ايه؟ محتاج ستيمولنت، محتاج منشط، محتاج دواء ADHD. والADHD مش بس منشطات، الADHD بيتعالج بالمنشطات وبحاجه تانية اللي هي ادويه ليها علاقه بضغط الدم، يعني دي بتساعد جدا في الغضب والحركه الكتير وكده، زي الجوانفاسين ده اللي هو بيوطي ضغط الدم يعني. معنى كده ان انا لازم، ومحتاج برضو ستيمولنت، غالبا محتاج ستيمولنت اللي هو ايه؟ منشط. فانا هنا بعالج المود الاول، وبعدين بعدين بديله منشط، لانه هيفضل محتاجه برضو. يعني عايز اقول هنا دي اهميه ان انا مش اللي هو خلاص عنده باي بولر معنى كده ان خلاص تمام كده صلحناه، لا. طب ما هو لسه في ADHD، وعشان كده انا قلت نسبه 80% من الاطفال او المراهقين اللي بيتشخصوا باي بولر هيبقى غالبا عندهم ADHD. وانا شفت ده في عيلتي، يعني انا مش الكلام ده على فكره كله طبعا مش كلام انا عمال اقرا وكده، بس يعني اكشلي انا شفت دي. بالنسبه يعني اوكي لحظه سوري. طيب انا كده قلت الفرق المهم ما بين الاثنين. انا مش هدخل البوردر لاين دلوقتي، لان في حد سالني الفرق بين 3 بالبوردر لاين، بس باختصار جدا يعني اضطراب الشخصيه بتاع البوردر لاين بالتقلب اللي فيه، هو ده اضطراب مركز على العلاقات يعني اكتر. هو فيه كل حاجه، بس هو برضو بيبقى شخص كده على طول بيشتكي من العلاقات، ويوم احبك وبكره هكرهك وبعد بكره احبك تاني، ممكن احب واحد تاني وبعدين احبك انت. في مشاكل في العلاقات يعني. فمع طبعا حاجات كتير، انا مش بصغر منه، مع طبعا حاجات كتير، لكن انا اتكلمت عن الشخصيه الحديه قبل كده اللي هو البوردر لاين، فممكن تتفرجوا عليها. ونركز دلوقتي على ADHD والباي بولر. اخر حاجه هقولها، في التاريخ حاجه حصلت كده، الباي بولر اللي هو ثنائي القطب، تبعا للدليل الاحصائي طبعا 5 في امريكا اللي هو بتاع التشخيص وكده، ما بيتشخصش في الاطفال ولا في المراهقين. كان بيتشخص، لكن حصل مشكله ان لما الاطفال دي اتشخصت، يعني كتير منهم لما اتشخصوا بثنائي القطب اخدوا ادويه وكده لخبطتهم خالص، اخدوا ادويه الثنائي القطب ده، لان لقوا ان الاطفال دي عباره عن مزيج من ADHD
وبرضو عندهم اعراض شبيهه بالباي بولر. بس انت ازاي هتشخص طفل بباي بولر؟ هو يعني الطفل ده هيطلع مثلا يخرج بره يدفع فلوسه كلها، ولا يعني ازاي هتشخصه ده؟ ازاي هتفرقها؟ صعبه مش كده؟ فعلشان كده في الطبعه الخامسه قالوا لا، احنا بدل ما نقول كلمه باي بولر دي هنخلق اضطراب تاني، يعني هنعبر بيه عن احتماليه وجود باي بولر في الطفل ده في المستقبل. يعني هنعبر بيه عن اعراض كده، يعني الدكتور لما يشوفها يحط في دماغه ان جايز ده يكبر عنده باي بولر، وبالتالي العلاج هيبقى مختلف شويه عن علاجه ك ADHD. يعني طبعا الطفل ده عاده بيتشخص ADHD، بس التشخيص معالجوش. يعني اخد مثلا ستيمولنت، اخد منشط خلاه انيل مثلا، او مثلا المنشط حسنه بس مش كفايه، لان المنشط عامه، مش عايزه اخوف الناس من المنشط عامه مش معنى ان هو ما اشتغلش يبقى انت كده مش ADHD، مش معناها كده خالص. ممكن تكون محتاج تقلل الجرعه بس عشان المنشط يشتغل صح بدل ما يعصبك وكده. فلكن الدكاتره قالوا طيب احنا نعمل ايه؟ نخلق ايه؟ عايزين اضطراب كده وسطي ما بين الطفل العجيب ده اللي هو بيبقى مثلا، هنا بقى هو مش اقل من 6 سنين، الطفل ده مش اقل من 6 سنين، لكن هو عنده تصرفات غريبه. عنده ايه بقى؟ طفل كده ردود افعاله عنيفه جدا، مخربه، تخريبيه وزياده قوي عن الناس اقرانه، زياده جدا، يعني زياده جدا. وفيها كمان اذى لنفسه واذى لغيره. الاعراض دي كمان مهمه تكون مش بس تخريبيه، وده كمان من اول 6 سنين، يعني من اول 6 سنين، وممكن يعني من 6 سنين ل10 سنين. من 6 سنين هنا، انا اسفه مش من 6 سنين 10 سنين، من اول 6 سنين. وعاده بيتشخصوا في 10 سنين، يعني برضو هم عندهم 10 سنين والكلام ده. المهم ده لغايه 18 سنه. ايه بقى الاضطراب الغريب ده؟ هو اسمه اضطراب المزاج التخريبي. وانا هقول اسمه بالانجليزي لان انا ذاكرته بالانجليزي. هو اسمه dysregulation يعني اختلال مود. انا اسفه متاسفه، اسمه disruptive mood dysregulation disorder. disruptive يعني تخريبي، بعتذر. mood يعني مزاج، dysregulation يعني اختلال المزاج، تمام. disorder اضطراب المزاج او اضطراب تقلب المزاج التخريبي. معلش سامحوني لو انا بغلط، عندي مشكله في الافكار. تمام. الشخص ده طفل بيبقى غريب قوي فعلا، وممكن يبقى مخرب بشكل لفظي، وممكن يبقى مخرب يعني لفظي كبير على سنه، يعني حتى بيقول شتايم ما ينفعش تقل، يعني مش زي الاطفال في سنه. وممكن يبقى سلوكي بالايد والرجل والكلام ده كله. دي من الاعراض. التاني وده عرض مهم جدا، ان هو طفل دايما كده. ايه دايما دي؟ دايما دي حته مهمه. دايما كده يعني مش اقل من مرتين في الاسبوع عنده خناقات وضرب، مزاجه وحش. يكنتل على طول ان مزاجه وحش، ومفيش حد عارف يغيره. ممكن يخرج مره مع اصحابه يبتسم مرتين، لكن هو طفل ساعات حتى بيتريقوا عليه، بيقولوا عامل زي جده كده، متذمر قوي. يعني طفل على طول متذمر وعلى طول متضايق. هنا مادام على طول متضايق وعلى طول متذمر، والاعراض دي استمرت لسنه على الاقل، سنه بمعنى ان ملوش شهرين، الطفل ده ما عداش عليه شهرين كان مبسوط، كان لازم في الشهرين دول هيحصل نوبات. احنا النوبات دي حتى بنقول عليها ايه؟ نوبات هيجانات، نوبات تخريبيه. كمان هي generalized دي مهمه جدا. generalized يعني معممه، يعني موجوده في المدرسه، موجوده مع المدرسين، موجوده مع الاب، موجوده مع الام، موجوده مع الاطفال، موجوده مع كل الناس. obviously مفيش حد بيميزه. ودي حته مهمه لاني هقول ليه دي مهمه بعد كده. دي الاعراض اللي انا بقولها دي كلها الاعراض. عنده اوت بيرست، بيقولوا عليها بالانجليزي اوت بيرست، يعني اللي هي ايه؟ هيجانات وحشه قوي، مؤذيه، ممكن يخرب، ممكن يسرق، ممكن فعلا هو وشكله فعلا مش عارف يتحكم فيها، تمام.
دي الاعراض، ولازم تبقى استمرت سنه. وطبعا يعني اغلب الاضطراب ده، يعني اللي بيتشخصوا بالاضطراب ده بيبقوا تشخصوا كمان ADHD طبيعي او anxiety او ADHD وكمان anxiety يعني قلق، اضطراب قلق وتوتر. فده اضطراب بيصاحب اهو الاي دي اتش دي في الطفوله. بس هنا الدكاتره، يعني ده بيعبر لك قد ايه الدكاتره بره هم مش عايزين يقولوا عليه باي بولر لانه لسه ما فيش المانيا دي، ما شافوهاش. لكن هو طفل برضو ده تقريبا طول حياته متضايق، يعني يعني ذكرياته الحلوه قليله قوي، على طول متذمر يعني على طول. وبعدين ممكن يبقى كبير، ممكن يبقى عنده مثلا 10 سنين او اكبر، لكن لما بيجي يتضايق بيتضايق زي الاطفال، بيتضايق كانه طفل عنده 5 سنين. التنترمز تنترمز يعني الهيجان والزعل بتاعه مش طفولي قوي، يعني طفولي وعنيف يعني. وده الطفل على فكره اللي ممكن يطرد من المدرسه وكده. طيب الاضطراب ده اللي هو اسمه اضطراب تقلب المزاج التخريبي، انا ليه قلته لان انا ما ينفعش مثلا حد يسالني يقول لي طب ايه هو اعراض الباي بولر في الاطفال، ما اعرفش يعني. ما في الباي بولر اعراضه في الكبار، ما بقاش في باي بولر في الاطفال. بقينا بنقول الاضطراب ده اضطراب المزاج التخريبي ده، بقينا بنقول ده بالاعراض اللي انا قلتها. وده عاده بيجي مع الاي دي اتش دي. فمع ده بيوريك قد ايه في رابط بينهم. يعني مش معنى ان انت عندك اي دي اتش دي يبقى انت هتطلع كده خالص، دي ما فيهاش اي علم، ده كلام مش علمي خالص. بس ايه يعني بنحط عيننا عليك، اللي هو لا ده الموضوع شكله هو عنده اي دي اتش دي بس المأساة بتاعته دي ليه مهم الكلام ده؟ لان بنقول المأساة بتاعته ان احنا ممكن نديله منشط بتاع اي دي اتش دي. المنشط مش هو العلاج الاول مع ان هو عنده اي دي اتش دي. العلاج الاول هو المود ستابلايزر وبعدين نديله المنشط. دي حته مهمه. طب هل المنشط، في ناس فاكره ان المنشط ده بيعالج بس مشاكل اي دي اتش دي وما بيقربش ناحيه المزاج. دي حته مهمه جدا على فكره، لان انا امهات كتير قوي كانوا بيقعدوا يقولوا لي كنت هتجنن، اللي هو انا ابني لا هو مزاجه وحش، يعني غير مشاكل النسيان وكده، هو على طول مزاجه وحش. اقول لها طب بيضرب؟ لا بس هو مزاجه وحش، يعني كده قرفان كده كانه متضايق من كل الناس، ما عندوش اي حاجات تخريبيه ولا حاجه، بس هو شكله متضايق، يعني متضايق قوي على طول متذمر كده. فبقول لها منشط، فبتقول لي برده هو يعني ان الناس مش فاهماه ان المنشط، وانا جربت المنشطات، يعني المنشط كتير منهم المنشطات دي هو اصلا بيبقى فيه حته، هو مش بس بيحسن لك الجبهه التنفيذيه بحيث ما تنساش وتقعد على الحاجه وتركز والكلام ده كله، لا هو اكشلي بيرفع المود بتاعك شويه، فعلا بيرفعه يعني. وده كلام ناس كتير جربت على حسب طبعا نوع المنشط. انا جربت المنشطات، في واحد منهم ما عملش كده خالص، بس يعني الاغلبيه عملوا كده فعلا. المنشط مش بس بيديك طاقه وفي نفس الوقت يعني طبعا ده لو معمول بكميه صح وجرعات صح ومع الطبيب صح، يعني هو بيخليك تركز وكل حاجه، لكن هو كمان بيرفع من المزاج بتاعك، فما تبقاش متضايق، بيشيل قلق. الناس مش عارفه كده كمان، دي مصيبه اصلا، الناس مش عارفه كده. يعني انا بيشيل قلق فعلا. انا اصلا ما اتشخصتش اي دي اتش دي مع ان انا متاكده ان انا في حاجات كتير. فانا بقعد اجرب الادويه مع نفسي. اخر دواء جربته، اكشلي كل الادويه اللي جربتها بتاعت الاي دي اتش دي تقريبا معظمها كانت منشطات فعلا، او كانت بتقلد المنشطات. في يعني 3 انواع منهم عملوا لي اللي هم رفعوا المزاج فعلا. هم رفعوا المزاج اصلا اكتر من اي حاجه تانية. رفعوا المزاج يعني وخلوني مش متوتره. انا اصلا عندي توتر مزمن، يعني خلوني عارفه انزل من البيت حتى. يعني انا كان عندي اجورافوبيا، ما بعرفش انزل اصلا. فده بيحصل. لكن طبعا انا مش عايزه اخش في تفاصيل المنشطات هنا، مش كل المنشطات بتعمل كده، بس ده علاج المنشطات. يعني لما طبيب بيكتب منشط والطبيب ده فاهم وبيكتب منشط لابنك اللي عنده اي دي اتش دي، هو يعني بيبقى عارف ان هو هيشيل له كمان التوتر وهيحل له المشاكل اللي انت بتشتكي منها بقى، اللي هي مشاكل المدرسه. مش هيحلها له قوي، بس هيظبطها له، وكمان هيشيل له التوتر. وطبعا لما يشيل له التوتر هيخليه ايه؟ عنده ثقه في نفسه اكتر. يعني هي عباره عن دومينو افكت، كله هيتصلح يعني باذن الله. ده طبعا مع الدواء الصح. فدي حته بقولها ليه، لانك انت لو شخص عندك باي بولر وعندك اي دي اتش دي وتشخصت باي بولر وما تشخصتش اي دي اتش دي مشكله، لانك العلاجات بتاعت الباي بولر مش هتكفيك. لكن لو انت عندك باي بولر وعندك اي دي اتش دي وتشخصت الاثنين ومشيت على ادويه الباي بولر وجربت والحمد لله لقيت كومبو نافع معاك،
وانت عندك ADHD، هيتكتب لك دواء تبع ال ADHD، والدواء ده هيحسن مزاجك اكتر من ادويه الباي بولر كمان. يعني الباي بولر هيحسن مزاجك طبعا اكيد، لان هي دي ادويه مزاج، بس كمان تضيف عليها بقى كمان ادويه ال ADHD هيحسن مزاجك اكتر. وتحسين المزاج دي مش حاجه، دي مود ليفتر، دي مش حاجه قليله خالص، دي اللي بتخلي الشخص يقوم ويعمل حاجه ويبقى متحمس ويخليني انا قمت عملت الفيديو كده. يعني الحاجات دي مهمه، لان الباي بولر والاي دي اتش دي والمتوحدين لو ما تشخصوش وما يعرفوش الكلام ده بيلجأوا يعني هيلجأوا لايه؟ هيلجأوا لحاجه اكيد هتضرهم، او هيهربوا مش هيعملوا حاجه اصلا. يعني anyway انا اتكلمت كتير قوي فعلا، انا متاسفه. طبعا كنت عايز احط اضطراب ثالث اللي هو اسمه اضطراب العناد الشارد، ده اللي هو oppositional defiant. باختصار جدا العناد الشارد ده برضو اضطراب بيجي مع الاي دي اتش دي، وبيجي من سن 12 سنه، بيشخصوه من سن 12 سنه لغايه 18 تقريبا. يعني اضطراب المزاج التخريبي اللي انا قلته دلوقتي ده، اللي هو قلت اعراضه انا دلوقتي، ده بيجي من 6 سنين، من بدري شويه. في اضطراب تاني بقى بيجي كده وقت المراهقه، لما تلاقي الاي دي اتش دي ضرب مع الشخص تماما، والام والاب قالوا لا ده شكله مش اي دي اتش دي، ده شكله حاجه تانية. ده اسمه اوبوزيشنال ديفاينت، اللي هو العناد الشارد. وهو بالظبط اهم عرض فيه يعني هو طفل كده ايه، عنده مشكله مع السلطه. يعني اي حاجه تيجي عنده حس العداله ده قوي جدا. مفيش حاجه اسمها انت تقول لي انا اعمل ايه، يعني انت ما تقوليش انا اعمل ايه، انا اللي اقول. يعني ليه انت تقول لي؟ هو انت احسن مني في ايه كده؟ فعلى طول هو بيعارض، على طول بيعارض، وعلى طول بيقول لا. فالناس بتقول عليه قليل الادب ما اعرفش ايه، او اي دي اتش دي. هو ده غالبا عنده اي دي اتش دي ده اكيد. بس يعني الاو دي دي ده مهم تشخيصه برضه، لانه ده عاده بيروح وعاده بيخف. وفي نفس الوقت هو اخف بكتير من الاضطراب المزاج. ده مش اضطراب مزاج، الاو دي دي اضطراب سلوكي، مش اضطراب مزاج زي الاي دي اتش دي. ده الاي دي اتش دي نمائي عصبي، الاو دي دي سلوكي عشان الهرمونات برضو كده، هو عاده بيروح. ما بنخافش منه يعني، مع ان الطفل ممكن يسرق برضو، ممكن يضرب، بس بنلاقي مثلا الطفل ممكن يبقى ايه، متذمر مع الام مثلا بس بيحب الاب عادي يعني، او مش generalized يعني، هو مش شيطاني في كل المناطق، هو شيطاني مع ناس وكده مع ناس. طبعا في تفاصيل كتير قوي بصراحه كان نفسي اقولها، بس it's impossible يعني هتكلم كتير قوي. ده الفرق بين الاي دي. لما بنقول في فرق بين الاي دي اتش دي والباي بولر، احنا بنقصد المانيا، لان المانيا هي اللي فيها حاجات كتير ممكن تخلي الناس مش فاهمه. وانا شرحت الفرق، واهم فرق في دول ان غير الذهان وكده ان ممكن يحصل، اهم فرق في دول هي المده، الاستمراريه والدورات اللي بتحصل في الاي دي، في الباي بولر، في ثنائي القطب. انما الاي دي اتش دي ما بنحسش ان الشخص اختلف، يعني هو على طول كده، على طول بيتكلم كتير، على طول بيتشتت كده يعني، لكن مش ده حاله دايما يعني. مع كمان ان الباي بولر بيكلفك حاجات كتير جدا، يعني مستحيل تعدي بمانيا. لو هتعدي بمانيا مش هتطلع منها سليم، يعني هيبقى في حاجه حصلت، في حاجه اتخربت في حياتك ده اكيد، واتخربت جامد. تمام. تمام. اتمنى اكون رديت. واخر حاجه هقولها، عشان كان في حد سالني اهميه الادويه وكده الاي دي اتش دي. اهميه الادويه الاي دي اتش دي زي الاكسجين بالنسبه لك، مفيش حاجه اسمها يعني ايه اهميتها، لا هي مهمه جدا. بس طبعا في حاجات كتير يعني في اللي انا قلته ده، انا قلت كلام عام، لكن طبعا في حاجات كتير داخله. يعني احنا لو عندنا عيله واب وام هم بيعاملوا الطفل غلط اصلا، او واحد منهم عنده اي دي اتش دي، هم نفسهم ممكن اصلا يبقوا السبب في مشاكل الطفل. يعني لا هو عنده باي بولر ولا هو عنده، ممكن يبقى عنده اي دي اتش دي وكل حاجه، لكن هم برضو سببوا له صدمه. فيعني طلعت في ده في حاجات هنا اللي هي بيقولوا عليها نيونس كتير، فروق دقيقه كتير. العمليه مش سيت اون ستون كده، في فروق كتير. فعشان كده دايما لما بيروحوا الطبيب بيفهم، يعني اول حاجه بيبص لها، بيشوف الاب والام، انتوا اتعاملتوا معاه ازاي، بتتعاملوا معاه ازاي فعلا، هل انتوا بتعاملوه كواحد متنوع عصبي فعلا، هل لان لو اب او ام كمان عندهم اي دي اتش دي يعني مشكله. طبعا الباي بولر كمان في حاجه، الباي بولر شبيه بالاي دي اتش دي في حته ان الاثنين معدل الوراثه بتاعهم عالي. يعني تقريبا الاي دي اتش دي 0.7 باين،
الباي بولر 0.8، لا ال ADHD 0.73، الباي بولر 0.86. يعني باختصار ترجمة الكلام ده ان الاتنين بيتوارثوا جدا. يعني لو عندك اخت، اب، ام، خالتك بتاع في عندهم اضطراب مزاج، مش شرط يجيلك، ده مش شرط خالص، بس يعني ايه، فرصة ان انت يجيلك اضطراب مزاجي موجودة. موجودة، بس ده مش معناه اي حاجة خالص. يعني ده مش عايزة الناس تخاف. يعني انا عادي، انا امي عندها باي بولر، يعني انا ما عنديش باي بولر. بس هو الفكرة انا بقول كده عشان في عوامل معينة ممكن في البيئة تصحي الاضطراب جواك. يعني مثلا حد مثلا شاف صدمة معينة فالجينات صحيت، زي ما انا قلت قبل كده. المخدرات طبعا، يعني لو انت عندك في عيلتك حد عنده باي بولر، فانت لازم تبتعد عن المخدرات والكحوليات والكلام ده بقدر الامكان، لان الحاجات دي ممكن هي نفسها تسبب بداية، مش بتسبب باي بولر، هي بتصحيه، يعني بتصحي الجين اللي كان نايم ده ممكن. زي الفصام كده، زي حاجات كتير يعني. غير طبعا الاي دي اتش دي زي ما قلت احنا بنتولد بيه، والباي بولر مش بيتم تشخيصه ابدا الا على سن 18 سنه. لو الطبيب شاكك قبل كده بيسميه اضطراب المزاج، اضطراب تقلب المزاج التخريبي، اللي هو disruptive mood dysregulation disorder. اتمنى اكون رديت، وشكرا. Thanks.